غياب تنمية ريفية بمشتى ولاد عمر في عين جاسر ولاية باتنة، فاهتراء الطرقات والكهرباء الفلاحية مطلب تتعدد مشاربه كل مرة، في حين تبقى العزلة ترافق قاطنيها بدءا من السكن الريفي ووصولا إلى تراخيص حفر الآبار. الإنارة العمومية نهضر على نفسي شخصيا 4 سنوات 5 سنوات طافية، شكيت مياه الصرف الصحي راه يطيش لي قدام الدار وشكيت لهم ما كانش. قضية المصلحة العامة نتاع الجميع نتاع الغاز الطبيعي الغاز المدينة هذا يا خويا شكينا لرئيس المجلس الشعبي ما على الأقل استقبال ولا قال لي يعني أمور يعني تبشر بالخير ما كانش. ياكم البوبالة من الدار تاع عين جاسر من الوادي هبطها كوبانا الطريق، عندنا ولاد يقراو ولنا السكنات وفزدنا الارض تاع الفلاحه، ما يمكن الفلاحه فزدنا وشكينا لهم شحال خطره السلطات السوبريفي شاف الدائره والمير، لكن ما كان والو. وديفوا هما يقبوا منا دوفوا وشافوها كانت الحمله تمشي وهضرنا له هو بدا قباليها وما دار والو. قنوات الصرف الصحي في خبر كان، والمنطقة الفلاحية تعاني الجفاف، وأرض الثوار والشهداء لا يزال فلاحوها يخدمون الأرض بطرق بدائية. وحده الغاز ما عندناش لهنا في البلاصه هذه، ونعانيو من غاز البوطان. باش تروح تجيب انت قرعه ب 20,000 تولي تسلك عليها 40,000 نتاع الفروض تاع الطوموبيل، تسمى الغاز راح يولي لك ب 60,000. الكهرباء الفلاحيه ما حبوش يعطونا كهرباء فلاحيه، تروح دير دومون تاع الكهرباء الفلاحيه يقول لك جيب الكارط هذاك وجيب الكارط هذاك. منين نجيبهم انا عندي فلاح بعث لي لجنه تجي تشوفني، هاو فوراج نوجهوا له الكاميرا ونشربوه ما يشربش 10 بقرات. كاينين ناس عندهم اللي ماهوش ساكنين لهنا تروح تلقاه عطاوه الدعم عطاوه باسان انا مازلت نخدم بالطرق البدائيه القديمه. خوفا من النزوح الريفي وتجفيف منابع خدمة الأرض وخلق تراكم ديموغرافي في المدينة، تبقى المعاناة على حالها في انتظار تدخل والي ولاية باتنة في القريب العاجل.